السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة كروس سهلة وبسيطة، اتمنى كده يا رب تعجبكم. نبدأ على خطوات العمل، بس بفكركم كده قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي كده على اللايك وتشجعوني كده بكومنت وتقولوا لي كده كمان بتشاهدوني من اي بلد. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. الخيط اللي انا هستخدمه هو خيط مكرمية، تقدروا تستخدموا في الشنطة دي اي خيوط متاحة عندكم. والخيط ده هستخدم معاه كمان إبرة مقاس 5.5، وهنحتاج كمان لتلاتة ماركر يكونوا لون واحد وماركر لون مختلف، علشان ده بنحطه في بداية السطر، وجهاز للقياس اللي هي المزورة. هبدأ أعمل عقدة بداية. لو أي حد بيشتغل بخيط مختلف يبقى نلتزم بعدد السنتي اللي أنا بديه بالقياس. هرتفع 14 سلسلة، 1 2 كده. بعد ما ارتفعت 14 غرزة سلسلة، ال 14 سلسلة دول مقاسهم 12 سنتي. هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع سلسلة، وهروح في ظهر السلسلة التانية، يعني هسيب اول غرزة واروح في ظهر السلسلة التانية. شايفين الارتفاعات اللي بتكون ورا دي؟ هي دي اللي انا بدخل واشتغل فيها غرز حشو. بدخل كده تحت الحلقة وابدأ اشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي انا اشتغلتها دي احنا معانا هنا 3 ماركر لون واحد، واللون المختلف ده كده هحطه في بداية السطر بتاعي. فوق كل غرزة هبدأ اشتغل غرزة حشو. لحد اخر السطر. كده جيت لاخر غرزة في السطر. اخر غرزة دي هشتغل فيها تزايد، هشتغل فيها 3 غرز حشو. اول غرزة هشتغلها هنا هحط فيها الماركر، في نفس المكان بشتغل كمان غرزتين. اخر غرزة برضو هحط فيها ماركر. دلوقتي هنبدأ نشتغل غرز حشو على الناحية التانية. بس وانا بشتغل غرز الحشو على الناحية التانية، احنا كنا دايما بنشتغل في الحلقة الأمامية. لا، انا دلوقتي هشتغل في الحلقة الخلفية. يبقى انا كل غرزة هشتغلها في الحلقة الخلفية، هسيب الأمامية واشتغل في الحلقة الخلفية. اروح في اول غرزة واشتغل في الحلقة الخلفية. هاخد الخيط ده كده وانا شغالة. الحلقة اللي بعدها شايفين حرف الفي، بدخل في الحلقة الخلفية. لحد ما بوصل لآخر السطر. كده انا جيت لاخر غرزة في السطر. برضو اخر غرزة دي هشتغل فيها 3 غرز حشو. اول غرزة دي هعلمها بالماركر، في نفس المكان بشتغل كمان غرزتين حشو. احنا مش هنقفل سطر ولا حاجة، احنا هنشتغل حلزوني، يعني مفيش قفلة سطر. فهبدأ ان انا اشيل الماركر واجي في اول غرزة في الحلقة الخلفية اشتغل على طول غرزة حشو. اول غرزة دي منساش احط فيها الماركر.
الغرزة اللي بعدها برضو في الحلقة الخلفية اشتغل حشو. كل غرزة في الحلقة الخلفية كده بشتغل غرزة حشو. بشتغل كده في الحلقة الخلفية لكل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل لمكان التزايد. أنا كده جيت لمكان التزايد. شايفين الثلاث غرز دول؟ فوق كل غرزة هشتغل غرزتين حشو. يعني في السطر ده هيكون مجموع غرز التزايد 6 غرز. هنا بدل ما كانوا 3 هيبقوا 6. هاجي برضو في الحلقة الخلفية واشتغل 2 حشو. أهم حاجة أول غرزة من غرزة التزايد منساش أحط فيها الماركر. في نفس المكان بشتغل كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها 2 حشو في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها 2 حشو. آخر غرزة من غرز التزايد هحط فيها الماركر. هبدأ دلوقتي أشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية. احنا شغلنا كله في الحلقة الخلفية لحد ما بوصل لمكان التزايد اللي في الناحية التانية. كده جيت لمكان التزايد اللي في آخر السطر اللي هو كانوا 3 غرز في نفس المكان. هشتغل برضو فوق كل غرزة فيهم 2 حشو. كده خلاص احنا خلصنا السطر بتاعنا كله. شايفين الماركر ده؟ انا مش بقفل سطر ولا حاجة، يعني بمجرد ما انا بشيله كده هبدأ اجي في الحلقة الخلفية واشتغل على طول غرزة حشو. فوق كل غرزة كده في الحلقة الخلفية بشتغل غرزة حشو لحد ما بوصل لمكان التزايد التاني. كده جيت لمكان التزايد في السطر الجديد. شايفين ال6 غرز دول؟ هشتغل غرزة تزايد غرزة فرد غرزة تزايد غرزة فرد، بس برضو شغلنا بيكون في الحلقة الخلفية. برضو أهم حاجة منساش إن أنا أحط الماركر في أول غرزة أنا بشتغلها. أول غرزة معايا تزايد، اللي بعدها فرد يعني غرزة حشو واحدة، اللي بعدها تزايد في الحلقة الخلفية. برضو كل شغلنا في الحلقة الخلفية. فرد تزايد وآخر غرزة معانا فرد. هبدأ أكمل دلوقتي فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحدة لحد ما بوصل للتزايد اللي في آخر السطر. كده جيت للتزايد اللي في آخر السطر. طبعا اللي احنا عملناه هنا بنبدأ نكرره هنا، يعني بنبدأ بتزايد فرد تزايد فرد لحد ما بخلص ال6 غرز اللي هنا برضو.
فرد، اللي بعدها تزايد، فرد، تزايد، واخر غرزة معايا فرد. هنبدأ دلوقتي سطر جديد، برضو هبدأ ان انا اشيل الماركر، وفي الحلقة الخلفية اشتغل غرزة حشو. اهم حاجة الماركر اللي لونه مختلف ده منساش مكانه علشان واحنا بنقفل الشغل بتاعنا. هبدأ دلوقتي في الحلقة الخلفية اشتغل غرز حشو لحد ما بوصل لمكان التزايد اللي في السطر الجديد. كده جيت لمكان التزايد، احنا كنا بنشتغل تزايد فرد تزايد فرد، فهنا هنبدأ السطر بتاعنا بفرد. هنبدأ نشتغل فرد فرد تزايد، يعني التزايد بتاعي بقى في الغرزة رقم 3. طبعا اللي حابب يرجع لشرح القاعدة البيضاوية هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هشتغل فرد، الغرزة اللي بعدها فرد، الغرزة اللي بعدها تزايد. يبقى أنا التزايد بتاعي في الغرزة الثالثة، في نفس المكان بشتغل كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها فرد، الغرزة اللي بعدها فرد، الغرزة اللي بعدها تزايد، يعني غرزتين في نفس المكان، 1 2. الغرزتين اللي بعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، والغرزة الثالثة والأخيرة اللي فيها الماركر هتكون تزايد. في نفس المكان بشتغل كمان غرزة. هبدأ دلوقتي أشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما بوصل لمكان التزايد اللي في الناحية التانية. أنا جيت للتزايد اللي في آخر السطر، طبعا اتفقنا اللي بنعمله هنا بنبدأ نكرره في آخر السطر في الناحية التانية. فأنا هبدأ هنا زي ما بدأت هنا بفرد فرد تزايد، هبدأ هنا برضو فرد فرد تزايد. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو واحدة، والغرزة الثالثة هيكون تزايد. في نفس المكان كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، اللي بعدها كمان غرزة واحدة، الغرزة الثالثة بشتغل 2 حشو. بالشكل ده أنا كده خلاص خلصت القاعدة. هنبدأ إن احنا نشيل الماركر. هديكم مقاس القاعدة النهائي هنا كده 18.5 سنتي، 18.5. العرض بتاعها 9 سنتي. هبدأ دلوقتي إن أنا أشيل الماركر. احنا كده خلاص وقفنا تزايد. كل اللي احنا هنعمله في الحلقة الخلفية هنبدأ نشتغل غرز حشو زي ما احنا بنشتغل بالظبط، بس هنوقف تزايد. أهم حاجة الماركر اللي في أول غرزة ده منساش إن أنا أحطه تاني مكانه. فوق كل غرزة كده غرزة حشو.
بدون أي تزايد. علشان ما أطولش عليكم، كل شغلنا بيكون في الحلقة الخلفية، وإحنا خلاص وقفنا تزايد، فهبدأ دلوقتي إن أنا أرتفع بعدد من السطور من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. وأهم حاجة خدوا بالكم من أول غرزة اللي فيها الماركر ده، محدش ينسى يحط الماركر تاني مكانه. هخلص كده وبعدين أرجع لكم. كده خلاص أنا وصلت لارتفاع الشنطة المناسب. أنا هنا ارتفعت بعد التزايد اللي اشتغلناه 14 سطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية، وهنا بقى هنقطع الخيط ونبدأ نقفل السطر بتاعنا. شايفين أول غرزة هتخطاها واروح للغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية والحلقة اللي بتكون تحتها. ارتفاع الشنطة هنا 15.5 سنتي. طريقة تركيب السوستة هسيبها لكم في صندوق الوصف. شنطة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. أتمنى كده يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.